مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم هذا الفيديو أنا بحسه يمكن أهم فيديو رح صوره بحياتي. جدا جدا مهم، يا ريت تنتبهوا. بدي أحكي كم شغلة عم بتصير معي، عم بتصير مع كثير عالم موجودين بالإمارات، تمام؟ وخاصة لأنه في نسبة من الناس السوريين كثير حابين يسافروا على الإمارات ويشتغلوا بالإمارات. اليوم جدا كتير مهم الآلية التعامل مع الشخص اللي عم بتقابله. يعني أنا اليوم لما عم بعمل مقابلة مع شيف أو عم بعمل اليوم أنا مقابلة مع مدير مطعم، ففي اليوم بروتوكول مشان أعمل هي المقابلة، أو حتى إذا بدي أبعث له عن طريق الواتساب اليوم، تمام؟ فاليوم في آلية. يعني اليوم إذا حطيت أنا إعلان مطلوب مثلا معلم شاورما، أوكي، انه يبعث لي صور من شغله، فكتير سهله وبسيطه. فاليوم لازم ينبعت على الواتساب انه مثلا مرحبا انا اسمي كذا كذا، معلم شاورما، هي السي في تبعي، اوكي، وهي 3 صور من شغلي. يعني لا تبعتوا مثلا شي 50 60 صوره، ما حدا ياخذ صور من جوجل نهائيا لانه كل الصور معروفين، تمام؟ والشغله الاهم اليوم السيره الذاتيه او السي في. خلينا ننتبه على شغله وكتير مهمه. اليوم يكون في مصداقيه بهذا الحكي. هو السيره الذاتيه هي مو انا بس مشان اعبي شغلات واكتبها واخر شي نصها ما يكون حقيقي. يعني انا مثلا من 2000 شخص بيقدم على شغل، عندي 1500 او 1800 بيشتغل بفور سيزون دمشق. تصور يعني 1800 واحد شغال فور سيزون دمشق. تجي مثلا تسال الشخص انه حضرتك تشتغل بالفور سيزون، بيقول لك انا كنت اشتغل بالفور سيزون. وين كنت تشتغل بالفور سيزون؟ كنت اشتغل بالمطبخ الرئيسي. طيب شو اسم الشيف اللي كنت عم تشتغل معه؟ ما بيعرف. شو اسم طيب مدير الاطعام؟ شو اسم فلان الفلاني؟ مين بيشتغل على هذا القسم؟ شو كنت تمشي؟ ما بيعرف. فاخر شيء بيقول لك والله انا حطيته هيك، يعني انه ما عندي شيء بالسي في، فحطيت انه بشتغل بالفور سيزون. مصداقية رقم واحد. إذا أنت بمكان مالك شغال فيه، أي حدا اليوم عم بيعمل معك مقابلة موجود بالإمارات أو غير الإمارات، أكيد العالم في عندها كونكشن مع كتير عالم موجودين بدول مختلفة بأماكن مختلفة. فما تحط شيء ما له صحيح. هي أول نقطة الواحد بيضرب فرام إنه هذا الشخص إنه ما له صادق. يعني كتير مهمة هي النقطة، ويا ريت ننتبه عليها. ثالث شيء، خلي السي في مرتب بطريقة إنه مثلا ممكن يكون في صورتك مكتوب فيه مثلا الاماكن اللي اشتغلت فيها بالترتيب من الاجدد للاقدم. يعني انا اليوم مثلا وين شغال هلا حاليا بيكون اول شيء هذا بالسي في. التواريخ من اي وقت لاي وقت. اليوم انت شو بتشتغل؟ مثلا انا اليوم بساوي رتبتي كذا، بقطع كذا، بعمل كذا، بحضر ميزون بلاس. ما يكون شيء محقق، يكون شيء حقيقي. هلا انا بالنسبه لي مثلا ما بيهمني انا شو الهوايات، اذا انت بتركب خيل ولا انت بتسبح ولا، هدول الشغلات يعني اضافيات. يعني نركز على الشغلات المهمه، ويكون السي في تبعك ما بيتجاوز صفحه. اذا كان عندك انجازات كتير خلي يكون صفحتين، ما يكون سي في طويل كاني عم بقرا مجله، لانه ما حدا حيشوف هذا السي في. هي واحدة مشان السي في. بيجينا شغلات ثانيه وثالثه، انه حضرتك شو بتشتغل؟ انا بشتغل شيف غربي. ما في شيء اسمه شيف غربي. شيف غربي معناته انك تشتغل مطبخ فرنسي، تشتغل مطبخ ايطالي، تشتغل مطبخ صيني، او تشتغل انترناشونال، يعني متخصص بمجال معين. لو انت بتساوي فاهيتا، بنساوي ستيك ساندويش، بنساوي كريسبي، بنساوي القصص هي اسمها شيف وجبات سريعه. يعني انت بتشتغل شيف وجبات سريعه، ما عندك اشكال. بس شيف غربي فهي كتير مجال كتير كبير. هلا رقم اثنين، طريقه التخاطب مع الشخص اللي عم بيعمل معه مقابله، سواء كان على التليفون سواء كان شخصي. كتير مهم اليوم نستخدم مثلا كلمة شيف، نستخدم كلمة حضرتك، استاذ، سواء كان مدير مطعم او سواء كان شيف. اليوم فعليا انت عم تخاطب حدا عم يشتغل بهذا المجال صار له وقت طويل، فلازم اليوم انت تحكي بطريقة او بروتوكول معين، تمام؟ نبتعد عن كلمات مثلا هلا ممكن هي كتير عادية بسوريا، بس اليوم فعليا هدول مو كل العالم تعرفهم برا. يعني انه مثلا شو الترتيب، شو ترتيب الشغل عندكم، تبع انه مثلا خلص انا جيبني وبيض لك وشك. هدول الشغلات صح هي شغلات انه بسيطة وظريفة، بس اليوم كشغل باوتيل 5 نجوم او مطعم او كذا لازم نكون احترافيين اكثر، حتى بطريقة الحكي. طريقة الحكي جدا مهمة. انا لنقول اليوم بعت سي في لعند اوتيل معين او مطعم معين، اوكي، وقالوا لي اوكي برد لك خبر، بستنى يوم اثنين ثلاثة 3 ايام، ممكن الرابع بعت لهم رسالة تذكير، تمام؟ مو من ثاني نهار ببعث له انه شو صار معكم، شو صار بالشغل، انا عم بستناكم ولا لاقي شغل ثاني. طب هو الشخص يلي عمل لك مقابله قال لك لا تشتغل او وقف عنك دور عن شغل او استناني. فكتير هي مهمه. ممكن احيانا كثره الزن او كثره ارسال الرسائل او الملاحقه، فالشخص اللي بده يشغلك ببطل فعليا مرتاح انه تشتغل معه، فبيحس انه انت ممكن حتى بطبيعتك بالشغل هيك، فهذا بيضرب فرام، فاذا بده ياخذك يمكن يبطل ياخذك. هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه، اليوم لو تروح مثلا على مطعم تعمل فود تيستينج فيه،
سواء باي مكان، باي اماره، وحتى وين ما كان باي مكان، لازم تعمل بحث عن الشغل اللي رح تساوي. مثلا رح اسكب انا حمص، محمر، متبل، مشاوي، طبخ. فلازم تشوف شو اخر اليوم، شو اخر يعني طرق السكب. لازم تشوف شو مثلا اشكال الصحون الجديده، كيف مطاعم منافسه عم تسكب. فلازم تعمل بحث. لا تروح اليوم وتعمل صحن حمص او محمره وتجيب بندوره تعملها ورده، او تجيب قشره بندوره او ليمونه تعملها ورده. هي بطلانه من 500 سنه ضوئيه. يعني هي حتى اذا وحده ست بيت بدها تساوي البيت، مع احترامي طبعا للجميع، تعتبر شيء اولد فاشن. فهذا الستايل تبع انه قشره بندوره بنلفها وبنساويها ورده، او قشره ليمونه بنلفها وبنساويها ورده، او بنعمل خيار نعمل مثل ورق الورد، هذا بطلان ما تحطه. يعني اذا بتحط اليوم صحن الحمص بتلفه بطريقه احترافيه، حمص ناعم شكله مرتب لونه مرتب، حاطط له زيت زيتون وحمص بالنص بصحن مرتب، ما بدك ديكور. انت اليوم بطريقه تزيين انت عم تخرب الفود تيستينج تبعك كله نهائيا. يعني اليوم نحن مو بس هو الطعم لازم يكون مهم، طريقه تقديم، طريقه تقديم جدا جدا مهم اليوم بالمطاعم. دبي سوق تنافسي جدا قوي. اذا انت اليوم ما حتكون على قد هي المنافسه، حتروح تعمل تيستينج، يدوق اكلك، بيقول لك جيد، فبيقول لك انه اوكي بنحكي خلال يومين ثلاثه، ما حيرجعوا يحاكوك، لانك انت اليوم مالك مناسب للبوزيشن اللي رح تكون فيه. ثاني شيء، انا اليوم مثلا شيف او مساعد شيف او كذا، بدك تروح اليوم تشتغل بسوق دبي او الامارات، روح رتبه اقل، ما تروح نفس الرتبه تبعك او رتبه اكبر. حتتعذب، حيتعذب الموظفين معك، وانت اخر شيء بالنهايه ما حتكمل. فروح رتبه اقل، خود على جو المكان، تعلم على المكان، وبعدين تترفع بالمكان، رح تستفاد اكثر وهن يستفادوا منك اكثر. رابعا، لما بتحكي مع شخص عم يعمل لك مقابله، لا تسال الاسئله تبع انه الدوام كم ساعه بالبدايه. طبعا هذا حقك اكيد، بس انه الدوام كم ساعه، كم يوم عطله، عندكم اوفر تايم. اليوم اذا تكون انت شغال شيف بالمطبخ، ما في اسمه دوام كم ساعه. اللي عم يفكر بالدوام كم ساعة ما حيوصل لمستوى يصير شيف مطبخ، ما حيصير لمستوى انه راتبه 20,000 و30,000 و50,000 درهم. رح يضل هو عبارة عن مساعد كوك او كوك طول عمره على راتب 2000 و3 و4 طول العمر. دور اليوم على مكان او شيف او حدا تتعلم منه اول 10 سنين بعمرك. ما تدور اليوم انه قديش انا رح اشتغل كم ساعة، انه انا دوامي 9 ساعات او 10 ساعات، مثلا 8 ساعات 9 ساعات، انه خلصت دوامي. اذا انت جاي اليوم بس مشان دوام معين كرمال مصاري، ما رح تستفاد. اليوم دور دائما انك تبني مستقبل خلال الخمس سنين الجايين او 10 سنين، قديش رح يصير راتبي، قديش رح طالع مصاري. هذا اللي رح تستفاد منه. شغله ثانيه، اذا انسالت قديش بدك راتب، لازم تقول قديش بدك راتب. اليوم فعليا اذا انت ما بتعرف قيمه الشغل اللي رح تشتغله، فانت فعليا ما حتقدر تشتغل بطريقه صح. حتى صاحب العمل ما رح يقدرك كشخص انه انت اليوم ما بتعرف قديش بدك راتب. ويوم اذا هو اعطاك راتب بتقول له لا هذا راتب قليل بدي اكثر. فانت من الاساس، انا مثلا بدي راتب 1000 درهم، بدي راتب 100,000 درهم، فانت من الاساس انا تقريبا عندي رينج معين، انا بعرف شو قيمه شغلي وشو الشغل ممكن نساوي. هلا اذا انت جديد جاي على هذا المكان ما بتعرف، ممكن تسال حدا من الناس الموجودين، تسال شو يعني قديش رينج الرواتب. هي كثير مهمه، كثير مهمه، كثير مهمه. اخر شيء، ما يطول عليكم، طولت عليكم الفيديو. كثير مهم، كثير مهم يكون في عندك مصداقيه بالشغل، يكون في عندك اخلاص. لو شخص اليوم اعطاك فرصه انك تشتغل بمكان معين، لا تدور انه بعد 5 6 اشهر اجاك 200 درهم زياده او 500 درهم او 1000 درهم انك تترك الشغل من عنده. قد ما كنت شاطر بالشغل، قد ما كنت معلم، اذا ما اجتك الفرصه مستحيل انك تشتغل. ممكن في عالم تجي خلال يومين بتلاقي شغل، وفي عالم تقعد شهرين واربعه وخمسه وسته وبيرجعوا مطرح ما اجوا وما بيلاقوا شغل. فجدا مهم الشخص اللي اعطاك الفرصه اليوم تقدر هاي الفرصه، تشتغل معه وقت معين تتفق انت وياه عليه. اليوم السمعه او الاخلاص بالعمل هو اساس اي شيء ممكن تساوي. هاي للناس اللي تشتغل. بالنسبه لاصحاب العمل، بتمنى من كل اصحاب العمل تشتغل اليوم كمان بضمير، ما تستغل الظروف للناس السوريين الموجودين بسوريا، ما تشغلهم بدون اقامات نظاميه، تشغلهم باقامات زياره او فيزا عمل، لانه هذا الشيء مخالف للقانون وفي استغلال لحاجه الاخرين. في عالم ممكن تشغل موظف سنه كامله و6 اشهر على فيزا الزياره على اساس عم بيعمل لك اقامه وما طلعت الاقامه، فهو فعليا هذا الحكي مو صحيح. فيا ريت ندعم بعضنا بالمصداقيه. تمام. وشكرا كثير لكم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عندكم حدا حابب يسافر او يشتغل اعملوا منشن، ويعطيكم العافيه والسلام عليكم.